جوي مصور يظهر عملية قصف أحد معسكرات القاعدة في صحراء الأنبار قبل يومين. ويظهر الشريط عملية القصف التي نفذها الطيران الحربي وفق خطة وضعتها مديرية الاستخبارات العسكرية، وتمت عملية القصف عقب تجمع عناصر القاعدة في أحد المخيمات قبل أن يتم استهدافهم بشكل مباشر ولغارتين متعاقبتين. كما حصلت الاتجاه على تصوير للعملية العسكرية التي استشهد خلالها قائد الفرقة السابعة للجيش العراقي الفريق محمد الكروي أول أمس. ويوضح التصوير رتلا عسكريا بآليات والأفراد وهو يهاجم أحد أوكار القاعدة ويضبط كميات من الأسلحة ومعدات تلك الجماعة قبل أن يتم تفجير وكر على تجمع رجال الجيش، وهو ما خلف عددا من الشهداء والجرحى. القائد راح. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طور هذا سيف جابوه سيدي. تجهيزات طبيه مساعده. احمد يلا نبدا. تواصل القوات الأمنية عملياتها العسكرية ضد المجاميع المسلحة في محافظة الأنبار لليوم الثالث على التوالي. مصادر أمنية أفادت بأن الحملة الأمنية تعمل ضمن دعم جوي مستمر لها من قبل طيران الجيش خلال عملية تعقب المسلحين في مناطق مختلفة من وادي حوران في الأنبار، مشيرا إلى أن الحملة ركزت اليوم على المناطق الحدودية مع سوريا والأردن للتأكد من عدم وجود أنفاق يمكن للعناصر المسلحة التسلل منها وتهريب الأسلحة والمتفجرات. كما تمكنت قوة أمنية من تدمير 5 معسكرات لما يسمى داعش في وادي حوران وسط صحراء الأنبار. مصدر استخباراتي رفيع أفاد بأن قوة مشتركة من الفرقة الذهبية دمرت المعسكرات بعد معارك عنيفة مع عناصر الجماعة، مبينا أن مروحيات الجيش قصفت بالصواريخ معسكرات القاعدة في وادي حوران وسط صحراء الأنبار. استشهد 4 ضباط وأصيب 5 آخرون في الجيش العراقي بينهم آمر فوج في هجوم بقذائف الهاون على وحدتهم العسكرية غربية بغداد. مصدر أمني قال إن مسلحين أطلقوا 5 قذائف هاون سقطت على إحدى الوحدات العسكرية في منطقة أبي غريب، مخلفة 4 شهداء و5 جرحى، فضلا عن إلحاق الأضرار المادية في بعض الآليات العسكرية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شنت عملية دهم وتفتيش في المناطق القريبة بحثا عن المنفذين. القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رجع